حلو شلونكم؟ قبل لا اشاهد الفيديو طلعك الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. فتعودوا نقول لكم اخر الاخبار نوضحها لكم. اخر الاخبار اول شيء ما يخص العطله. هواي من الطلاب يتساءلون انه هل فعلا راح يتمدد تعطيل الدوام بالنسبه لعطله نصف السنه، يعني راح يكون الدوام يوم الاحد او يوم الاربعاء اللي هو يوم 15/2 بحسب التقويم المدرسي. طبعا بحسب التقويم المدرسي هو الدوام يوم 15/2، وبحسب كلام وزاره التربيه الاخير قالت لحد الان لا يوجد تمديد في العطله، لكن اكو مطالبات قلنا لكم من المعلمين ومن المدرسين على ان يكون الدوام هو يوم الاحد. وكذلك اخر خبر اللي هو قبل شويه اكو مناقشات داخل الوزاره بان يكون الدوام يوم أحد، لكن هاي تبقى فقط مناقشات وتبقى فقط مطالبات للعلم. أما كوزارة التربية على صفحتها الرسمية أكدت أنه لحد الآن يعني ماكو تأجيل، لحد الآن ماكو تأجيل، بس ما نفته بشكل قاطع. يعني نرجع ونقول لطلابنا لحد هذه اللحظة الدوام هو يوم 15/2 يوم الأربعاء كأول يوم، والفصل الدراسي الثاني يعني باعتبار الفصل الدراسي الثاني. أما إذا إجا خبر بخصوص التمديد بخصوص كذا يوم غدا أو خلال الساعات القادمة كذا، أكيد راح إحنا ننشر لكم نوضح لكم بالتفصيل من وزارة التربية. ننتظر ونشوف. هذا بالنسبة لخبر تمديد العطلة. أما بالنسبة للشيء الثاني تكملة المحافظات اللي عنت عن نتائج امتحانات التمهيدي الخارجي لطلاب السادس الابتدائي بحسب الفيديوهات السابقة. طبعا احنا على التليجرام كل نشر لكم وقته بوقته، على التليجرام كل نشر لكم وقته بوقته الروابط مال المحافظات اللي تنشر النتائج مال طلاب السادس ابتدائي الدور التمهيدي الخارجي اللي هم خلصت امتحاناتهم يوم السبت، لكن من يوم السبت الان صار لها يومين كل شويه تنزل محافظه او مديريه النتائج لطلابها، يعني تصحيح مستمر وسريع والتدقيق سريع ايضا. الهمومية هاي تعتمد على المحافظة والمديرية وعدد الطلاب البيها، يعني تختلف عن طلاب السادس الاعدادي والثالث المتوسط. وطبعا حتى اذا اجى الثالث المتوسط والسادس الاعدادي اكيد احنا راح ننشرها لكم ان شاء الله عن قريب. المهم بحسب اخر فيديوهات على اليوتيوب نشرناها لكم وصلنا لمحافظة ديالى. بعدين المحافظات البراهن نشرناها من امس بالليل لحد الان وين على التليجرام، لكن ما نشرناها على اليوتيوب، اللي هنا محافظة المثنى وكذلك محافظة بابل. هذا هو يعني نشرناها لكم على التليجرام وراهن، وكذلك محافظة ميسان وكذلك محافظة الأنبار. ذن الأربع محافظات الجدد ناشرين لكم على التليجرام، بس ما ناشرين وين على اليوتيوب، فراح اخلي لكم روابطهم وين على اليوتيوب. احنا دائما نقول لكم دخلوا قناه التليجرام. طبعا هسه واحد يقول مثلا ليش ما نشرنا على اليوتيوب؟ لان ما يوصلكم اشعار، يعني اذا كل محافظه النتائج انشرها على اليوتيوب معناها كل ساعه او كل نص ساعه لازم يعني انشر فيديو على اليوتيوب، بالتالي ما راح يوصلكم اي اشعار. فالنشر مستمر على التليجرام بخصوص النتائج، وبعدين كل ما يصير كم محافظه نشرها وين على اليوتيوب. فانتم دخلوا قناه التليجرام هم تستفادون معها. اما جميع الاخبار وكل القراءات واي شيء هو اصلا على اليوتيوب وعلى كل شيء يعني نسرق لكم ان شاء الله. المهم بهذا الفيديو راح تلقون بالوصف وباول تعليق جميع الروابط مال المحافظات اللي عندنا النتائج من اول ما كملوا الامتحانات لحد الان، حتى الروابط السابقه الناشرينها راح اخليه هنا. حتى هاي انا بكل فيديو انشر على اليوتيوب اجمع كل الروابط الناشرينها سابقا والناشرينها جدد على التليجرام والنشرينها جدد وين كلهن احطهن بالوصف اول تعليق لاخر فيديو هسه جاي اوضحه لكم. ليش؟ حتى يصير عندكم كل شيء مفهوم وواضح وما يعني يصير عليكم ارباك. وهسه هذا الفيديو راح تلقون بالوصف اول تعليق لحد تاريخ اليوم اللي هو يوم الاثنين، يعني راح تلقون جميع الروابط يعني مال المحافظات اللي عندنا النتائج بالوصف باول تعليق. اذا اجل بعد محافظات جدتها ما تنشرون وين على التليجرام، وفي حال نشرنا لكم يعني على اليوتيوب فيديو جديد فهمات راح نخلي لكم المحافظات الجدد وكذلك وياهن وين، ونخلي لكم وياهن كل المحافظات اللي ناشرين سابقا. يعني احنا جميع الروابط شنو نجمعهن فلكم للفائده يعني. المهم فكل التوفيق لكم يا رب. ونرجع ونقول انه المحافظات اللي ما نشرها على اليوتيوب هن المثنى وكذلك بابل وكذلك ميسان وكذلك الانبار. روابطهن بالوصف او تعالى راح تلقونهن، وهن اصلا ناشرين من زمان يعني من امس بالليل لحد الان نشر بيهن على التليجرام، وكذلك حتى الروابط القديمه هم ما راح اخليهم بالوصف اول تعالى. كل التوفيق لكم يا رب، ولا تنسوا لايك الفيديو واشتركوا بالقناه ودخلوا قناه التليجرام حتى كل اخبار القناه توصلكم اول باول.